أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما الإنسان يبدأ بعمل ولكن في طول العمل يكون غافل عن النتيجة. يقول نبدأ بالعمل سنرى النتيجة، لا يفكر أن يسلك طريقا صحيحا حتى يصل إلى ما يريده بشكل جيد بشكل تام. قلنا طالب العلم إذا يريد أن يتوفق في طريقه في كسب العلم والخدمة لابد أن ينتبه ويتوجه لأهمية العلم. خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طالب العلم لابد أن ينتبه أن العلم له قيمة، له منزلة. إذا وصل لهذه المرتبة وعرف قدر العلم يقدر أن يستمر بالتحصيل بشكل مرغوب بشكل مقبول. لابد أن ينتبه الإنسان أن العلم له قيمة عالية، مرتبة عالية. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. خير العلم ما نفع. هذا كلام أمير الكون علي بن أبي طالب عليه السلام. أهمية العلم هذا مهم، العلم مهم، ولكن العلم الذي يفيد الناس. احنا ربما نصل إلى درك أهمية العلم ولكن نبدأ بعلوم لا فائدة له في إنذار الناس، لا ندقق في العلم النافع ونبدأ ببعض العلوم لا فائدة له. من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل تعلم لله وعمل لله وعلم لله. شوف ايش قد العلم مهم، ايش قد أهمية به. حتى الإمام الصادق يقول روح إلى الفداء. لابد أن تتعلم، العلم مهم، له مرتبة عالية، وتعمل بما تتعلم وتعلم الناس لله ما تعلمته. أبدأ لله، أتعلم لله وأعلم الناس لله. إذا سلكت بهذه الطريقة، العلم مهم ولكن له طريقة في أخذه وكسبه ونشره بين الناس. يقول إذا فعلت بهذه الصورة، الإمام الصادق يقول دعي في ملكوت السماوات والأرض عظيما، يعني لك مرتبة عالية. يذكرونك في الأمكنة التي لا يذكر اسم أحد إلا أن يكون له مكانة وجاه عظيم عند الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. طلب العلم واجب على كل مسلم، والله يحب الذين يبحثون عن العلم، يصولون ويجولون حتى يكسبوا العلم.
الله سبحانه وتعالى يحبهم. هذا كلام رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. شوف العلم إيش قد مهم. أي شيء إذا جعلت في ظرف بالنهاية الظرف يمتلئ، بعد ماكو مكان تضيف إليه شيء إلا العلم. كل ما تكسب علم أزيد هذه الوعاء تكبر تتوسع، الوعاء يتوسع، مخزونك العلمي يتوسع كلما تطلب العلم. العلم كنز عظيم لا يفنى. العلم شيء عظيم، شيء وسيع، شيء كثير. لما تستعمل العلم لا يتم، لا يخلص، لا ينتهي. العلم مزيته هكذا، كنز عظيم لا يفنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله. العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله. كلما تنصحه لا يفيد، لأنه ليس له حظ من العلم حتى يصلح نفسه، حتى يتقرب بواسطة هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. كلا، الإنسان إذا يريد أن يصل إلى مراتب معنوية عالية لابد أن يبحث عن علوم مفيدة مؤثرة. العلم له أهمية خاصة، لابد أن ننتبه، نتوجه حتى برغبة، حتى بنشاط، حتى بسكينة نستمر بالدروس، نقرأ الدروس. بالنهاية نريد أن نخدم الدين، وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.